سلام، خلصنا مكالمة التليفون، دلوقتي هنحجز طيران. يلا بينا. النهارده احنا لسه برضو مع سافي ومع ازاي نعمل تحويل من اللوكال لليو تي سي كونفرشن، واحنا هنحسب الفلايت ديوريشن. يلا نشوف محتوى النهارده. الاساينمنت هنحسب الاكيوريت فلايت ديوريشن، الانستراكشن، وهنعمل السوليوشن. بس المفاجاه ان احنا كمان هنعمل اساينمنت انتوا اللي هتحلوا. الاساينمنت بتاعنا هنحسب الفلايت بتاعتنا اللي طالعه من الانترناشونال ايربورت في كايرو لنيويورك جون كينيدي ايربورت. المواعيد بتاعتنا كالاتي: الديبارتشر في يوم الثلاث 20 يناير 2026 الساعه 11:50 مساء بتوقيت القاهره. اما الارايفل فده يوم 21 يناير 2026 الساعه 6:10 بتوقيت نيويورك. الانستراكشن بتاعتنا اول حاجه كالعاده زي ما احنا عارفين نو ذا اوفسيت. ثاني حاجه هنبدا ان احنا نحول الاثنين الديبارتشر والارايفل تايمز من اللوكال لليو تي سي. ثالث حاجه ان احنا هنعمل الماث بتاع الفلايت ديوريشن. الحل بتاعنا اول خطوه نو ذا اوفسيت. مطار القاهره الاوفسيت بتاعه في الشتاء يو تي سي بلس 2. اما بالنسبه لنيويورك جون كينيدي ايربورت هيبقى يو تي سي ماينس 5. الطريقه الثانيه على سافي هنحط اليو تي سي بصفر واشوف فرق التوقيت ما بينها وما بين المدينتين، وده علشان انا ما بثقش في سافي قوي. الخطوه الثانيه تحويل اللوكال ديبارتشر والارايفل تايمز انتو يو تي سي. كونفرت الديبارتشر تايم من اللوكال لليو تي سي. طالع من مطار القاهره فاحنا عندنا يوم الثلاث 20 يناير الساعه 11:50 بتوقيت القاهره. الاوفست بتاعي 2 ساعتين بالموجب، فهقول توقيت اللي هو 23:50 ناقص الاثنين هيديني 21:50 وهيكون في نفس اليوم في يناير 2026. طريقه ثانيه ان انا بدخل تاريخ، بدخل التوقيت وبشوف اليو تي سي بتاعه. بس برضو خلي بالك ان سافي ممكن يلخبط خصوصا في المواعيد المستقبليه، اللي هو انت مش بتعمل بلان وانت في نفس سيستم التوقيت. نو هاو تو يوز ات بس دونت تراست. احنا لسه في ستيب 2. هنعمل الكونفرت لارايفل. الارايفل عندنا في نيويورك الساعه 6:10 توقيت المحلي. هنحوله بان احنا هنطرح منه الاوفست. الاوفست عندنا هنا ماينس 5، فماينس 5 معناها ان احنا هناخد الماينس دي هتبقى بلس، فهيبقى 6 و10 دقائق بلس 5 فهيدينا 11 و10 دقائق، وهيكون في نفس اليوم في يناير 21 2026. نفس الحكايه لو احنا هنشتغل على سافي هيبقى بالطريقه دي. ستيب 3 ان احنا نعمل الماث بتاع الفلايت ديوريشن ان يو تي سي. احنا كده وحدنا الوقت لليو تي سي، فبقى عندنا في وقت من الساعه 21:50 يوم 20 لتاني يوم الساعه 11:10 ليوم 21. فمن 20 للساعه 12 بالليل ده هنشوف الفرق، فهيعمل لنا ساعتين و10 دقائق. ومن صفر اللي هي بدايه اليوم ال 21 للساعه 11:10 هيعمل لنا 11 و10 دقائق. فمعنى الكلام ان التوتال فلايت ديوريشن بتاعتنا عباره عن المجموع بتاع الاثنين دولت، فهيعمل 13 ساعه و20 دقيقه. المساله اللي ليكم برضو محتاجين نحسب اكيوريت فلايت ديوريشن. الطيران اللي عندنا ما بين كايرو وطوكيو التوقيتات كالاتي: الديبارتشر باللوكال تايم للقاهره من يوم 1/9/2025 اللي فات ده الساعه 11:50 بتوقيت كايرو. شوف اليو تي سي هيبقى قد ايه. والارايفل بتاعي بيوم 2/9/2025 برضو اللي فات اللوكال تايم بتوقيت طوكيو بالساعه 18:30. عايزين نعرف الفلايت ديوريشن بتاعتنا. طبعا اعمل حساباتك، اعمل خطوات زي ما احنا عملنا في الانستراكشنز خطوه بخطوه، واكتب كل حاجه قدامك، واشوفكم في الحلقه الجايه. سلام.